هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. كتير مننا قوي بيبقى عايز ياخد خطوة التغيير في حاجة معينة في حياته بس ما بيعملهاش. يقعد يقول انا عايز اتغير في كذا، انا عايز ابدأ اعمل كذا، بس للأسف ما بيكملش في الحاجة اللي هو عايزها. تعالوا اقول لكم على 4 حاجات تمشوا عليها وانتوا بتاخدوا خطوة التغيير. اول حاجة وهي اهم حاجة ان انت تسمع لنفسك ولقدراتك وتبعد خالص عن كلام الناس اللي حواليك. يعني لو انت ناوي ان انت تغير حاجة معينة مش عاجباك، او ناوي تضيف حاجة نفسك تكون فيك، او ناوي عامة تدخل في طريق جديد، طريق مختلف عن بقية الناس اللي حواليك، ما تسمعش لأي حد وركز مع نفسك انت وبس. مادام انت واثق ان انت عايز تاخد خطوة التغيير دي، يبقى ادخل فيها بدون تردد واسمع لقلبك ولنفسك ولإحساسك وبس. تاني حاجة وهي مهمة جدا، وكتير مننا بيقعد يقول انا عايز اتغير بس من غير ما يعملها، ان انت وانت واخد خطوة التغيير احسب الحاجة اللي انت داخل عليها. يعني انت متوقع ان انت بعد التغيير ده يحصل نتيجة ايه؟ طب المدة اللي انا متوقع ان نتيجة التغيير ده هيظهر فيها هتكون قد ايه؟ طب وايه الصعوبات اللي هتواجهني في الطريق اللي ممكن تكون سبب تخليني ان انا ما كملش في التغيير ده؟ لان احنا كتير قوي بنتحمس ونقول احنا عايزين نتغير، بس من غير ما نبقى حاسبين كل حاجة احنا داخلين عليها في التغيير ده ايه. يعني ما بنبقاش حاسبين الوقت اللي احنا محتاجينه ايه، ما بنبقاش حاسبين الصعوبات، ما بنبقاش حاسبين التحديات اللي اول مرة ندخل فيها ونواجهها، وبنبقى مستغربين هو احنا ليه جينا في نص الطريق وما كملناش. تالت حاجة وهي ان انت خليك واضح وصريح مع نفسك. يعني لما تغلط غلطة معينة في نص طريق التغيير ده، او تقع وقعة معينة، بلاش تضحك على نفسك وتقول لا عادي انا ما غلطتش، او لا انا ما وقعتش. لا، خليك صريح واعرف انت غلطت في ايه، واعرف الحاجة اللي انت وقعت فيها ايه، علشان ما تقعش فيها تاني وانت في طريقك ده. رابع حاجة وهي بتكون سبب كبير جدا ان احنا نتغير وتشجعنا ان احنا نستمر على التغيير ده، وهي ان انت تشارك الناس اللي حواليك اللي بيحبوك بالتغيير بتاعك. يعني تختار حد انت بتثق فيه وبتحبه وتخليه يشاركك في الطريق ده. تخليه لما انت تقع ياخد باله ويفهمك ان انت كده وقعت، لما انت تغلط يفهمك ان انت كده غلطت، لما انت تبعد عن طريق التغيير يرجعك مرة تانية. دي بتفرق جدا، لان احنا اصلا بطبعنا اوقات كتير بيجي علينا وقت بنتعب ومش قادرين نكمل، فبيكون الناس اللي حوالينا هم السبب في ان احنا نرجع على الطريق مرة تانية. وعايزة اقول لكم كلمة اخيرة، وهي ان انت هتسمع كلام كتير جدا عن التغيير وازاي تعمله وايه طرق التغيير، بس صدقوني التغيير بيتلخص في ال4 حاجات دول. وافتكروا حاجة مهمة جدا، التغيير ده طريق طويل بس نتيجته ان انت هتوصل للحاجة اللي انت عايزها. وافتكر ان التغيير اساسه الصبر والاستمرارية، الصبر على كل الحاجات الصعبة اللي انت هتواجهها، والاستمرارية في الوقت اللي انت تعبت فيه ومش قادر تكمل، ان انت تقوم مرة تانية وتكمل. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.